بصوا يا جماعة كده في عجالة سريعة عشان الواحد خلاص. الواحد كل ما يحس إن هو وصل لليفل معين بيكتشف فيه ليفل تاني أقل ومش أقل. تعقيب بسيط كده على اللي حصل بعد المباراة. هي حاجة تضحك، يعني هو بيقول لك هم يبكي وهم يضحك. يعني إيه هم يبكي وهم يضحك؟ يعني كابتن محمد الشناوي اللي إحنا انتقدناه كذا مرة بسبب حوار الجمهور والكلام ده، يجي هو امبارح اللي بيحاول يعتذر للجماهير، رغم ان الجماهير الاسم الوحيد اللي اتهتف له قبل الماتش كان محمد الشناوي، اللي هو خد كهربا وامشي. يعني وجه في جون بسبب التأثير بتاع الجماهير، ومع ذلك الراجل تحس ان هو تدارك الموقف وكان عاوز يلم الموضوع وعاوز يحيي الجمهور بعد الفوز، عشان نتفاجأ ان كابتن محمد رمضان وكهربا طبعا مش دور، ولكن كهربا صوته كان باين قوي ان هو اعجب قوي بفكر وقرار كابتن محمد رمضان ان هو يلا ما حدش هيحيي الجمهور ويخشوا. بصوا يا جماعه، اولا الجماهير امبارح الهتافات واللافتات اللي جت قبل الماتش ما فيهاش شتايم، ما فيهاش شتايم، واحنا ضد الشتايم. تمام، ضد الشتايم. الحاجه التانيه، ما كانش في شتايم زي ما قلنا. الحاجه التانيه، الفريق احبط الجمهور اخر شهرين ثلاثه باداء غير مرضي في الدوري لحد دلوقتي في الاربع ماتشات، اداء غير مرضي في السوبر الافريقي اللي غلبناه من الزمالك، اداء غير مرضي او مرضي يعني شويه قدام الزمالك في السوبر المصري. تمام تمام. عملنا اداء حلو جدا قدام العين، وكانت طفره، مباراه طفره وسط شهرين فيهم تعب، ماشي حلو جميل، والدوري زي ما هو. رحت باتشوكا عملت ماتش حلو، وبقرارات غريبة من كولر وكهربا خسرنا المباراة. تمام تمام. نيجي النهارده، المفروض ألف ب نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الأهلي، واللعيبة عاشت سنين فيه وعارفة يعني إيه، والكوادر وأهمهم كابتن محمد رمضان عارف إن ده غضب الجمهور لازم أحتوي الجمهور. الجمهور ده هو العامل النادي الأهلي. ماشي. يا كابتن محمد رمضان، يعني انا عاوز اعرف، شكرنا فيك، قلنا ان انت اسطوره من اساطير الاهلي زمان ايام التسعينات، والناس اللي ما حضرتش كابتن محمد رمضان ده كان قناص. تمام. وشكرنا بالزوفه، ولما عملت عقوبه على كهربا في الامارات ساعه السوبر المصري والكلام ده، مع إن ما كانش حد يعرف حاجه، انت قررت تطلع وتعاقبه وتمشيه من الامارات وترجعه مصر. كان قرار غبي شويه، ولكن عشان احنا عارفين كهربا فقلنا ماشي، معقول. ولما عملت كده مع امام قلنا ماشي. لكن انت مش ملاحظ انك من ساعه ما جيت في مشاكل؟ في مشاكل. مش ملاحظ ان من ساعه ما جيت في اخبار بتتسرب اكتر واكتر؟ في، مش انت طبعا اللي بتسربها، ولكن الموضوع واضح ان في حاجه غلط، وانت ماشي غلط، واللي عملته امبارح رتبك غلط من هنا للصبح. اما كهربا فالموضوع بقى واضح عيانا بيانا. انت راجل اتمسحت في نادي الاهلي، والنادي الاهلي عشان عارف ان انت اهلاوي جابك ووافق يقف جنبك في المشكله كانت معاك مع نادي الزمالك، بغض النظر مين بقى اللي كان الصح من غلط في الكلام ده، لان في كلام كتير. ليه بقول الكلام ده؟ عشان كهربا من ناحيته بيقول ان العقد مزور اللي بينه وبين الزمالك الاخير ده، واتعمل في وقت غير الوقت اللي كان مكتوب فيه، والناحيه التانيه زي بيقول لا ده هو كان ماضي فعلا وهو اللي مشي. بغض النظر مين الصح في الروايتين، احنا احتوينا موقفك، وانت اديت سنتين حلوين جدا مع النادي الاهلي في 22 في 21 و22 تقريبا. وكنت مفتاح للفوز في افريقيا والعبور من المجموعات قدام الهلال السوداني، وكان ليك لقطات كتير حلوه، مش هننكر ده في سنتين، لكن سنتين من اربعه ان انت بقالك سنتين ما بتعملش حاجه. النادي الاهلي اشتراك وباع موسيماني واداك اعاره لحد ما مشى موسيماني ورجعت تاني. كل مره كنت بتوعد وبتعمل وبتعمل. انت مش مستحمل هجوم جماهير النادي الاهلي عليك، مع انك انت سبب الخساره. انت مش مستحمل انك تتهاجم لمده ماتشين ثلاثه. تمام. مش عاوز، مش عاوز تبقى انت هادي، مش عاوز تحتوي غضب الجمهور منك، ويلا خش جوه. مع علمك ان انت اول واحد هيتم البيع عليك، انت اول واحد هتتباع.
لان مجلس اداره النادي الاهلي مش هيقدر يعادي الجمهور كله عشانك، وهتمشي، وقال لها اعاره في يناير كمان اسبوع، فهتبقى انت برضه الخسران. مش خسران قوي لانك جمعت برضه 20 حلوين وخدت بطولات كتير مع النادي الاهلي عمرك ما كنت تحلم تاخدها مع اي نادي في الدنيا كنت ممكن تروحه في افريقيا. وانا هنا مش بترول، وانا هنا مش بوم طخ على نادي زي كده، بس ده واقع، مش قصدي حاجه والله، ده واقع. اللي انت عملته في التلات اربع سنين مع الاهلي، اديك شايف الزمالك الناحيه التانيه، واخد 2 كونفدراليه، واخد مش عارف دوريين بتاع، ولكن مش بالكتره اللي الاهلي ممكن ياخدها في اي وقت. والاقرب مثال هو امام عاشور، الراجل جه لقى كاس عالم برونزيه مش عارف ايه، لا دنيا تانيه. امام عاشور برضه حوار تاني، ولكن على الاقل امام عاشور هو بيحاول يثبت ان هو جدير بان هو موجود في النادي الاهلي، فعاوز ياخد لقطه في الملعب، مش دعوه بالهبل اللي بيعمله برضه مع الجمهور. انا برضه ضد اي حاجه فيها تريقه او ترول مع الجمهور، ما ينفعش تعادي الجمهور. هو بنفسه قال ان كابتن محمود الخطيب قال له يا امام ما تعاديش او ما تعديش جمهور نادي الزمالك. يعني بنت هو بنفسه قال الكلام ده. انا يا باشا البومب الطخ بتاعي انك تعمل اداء في الملعب تخلي الزملكاويه يموتوا عليك، يتحسروا عليك. ما يهمنيش تعمل ايه في السوشيال ميديا قدام الزملكاويه، حاجه ما تهمنيش. انك ممكن تعمل كده لكن في الملعب ما بتعملش حاجه. انت حلو، ولما بتلعب جد زي ماتش امبارح بتاع 6-1 في شباب بلوزداد، انت كنت من الناس اللي غيرت النتيجه مع وسام ابو علي. المهم، كهربا هيمشي عاجلا ام اجلا وبنسبه 90% يمشي في يناير. كابتن محمد رمضان حضرتك مطالب بالاعتذار، مش هتعتذر، فمطالب ان مجلس اداره النادي الاهلي ينزل بيان اعتذار لجمهور النادي الاهلي. وده لو ما حصلش فانت بتعادي الجمهور اكتر واكتر، وانت اكتر ناس بتحتاج الجمهور. خلي بالك، انت بتخش في حتت كتير والجمهور هو اللي بيبقى سندك وظهرك. تركي آل الشيخ، مستشار تركي آل الشيخ، ادي اول مره حصلت مشكله الجمهور وقف معاك، مع اتحاد الكوره وقف معاك، مش عارف مع مين وقف معاك، الاهلي لن يباع وقف معاك، اذا انت ظهرك جمهورك وانت عارف الكلام ده. الغريبه الواحد بيقول الكلام ده الناس هي شاربه في النادي الاهلي. الواحد مستغرب، الواحد فاكر ان اقصى مشاكل النادي الاهلي في عهد كابتن محمود الخطيب هناخد افريقيا كام مره، طب ازاي فريق هيبقى قوي جدا. لا، بعد ما عملنا كل ده بنهده بايدينا بنفسنا. انتوا اللي بتعملوا كده كمجلس اداره النادي الاهلي، بتهدوا النادي بنفسكم. انتوا لو قاصدين مش هتعملوا كده، ولو انتوا قاصدين ان اللي جاي بعدكم يجي على خراب مش هتبقوا برضو عارفين تعملوا كده عشان اسمكم. فده ألعن ان انت مش قاصد تخرب اللي بتعمله، بس انت بتخرب اللي بتعمله وبتعمل كراهيه بينك وبين الجمهور. معاك ان في جمهور، بعض الجمهور على السوشيال ميديا مستفز وقليل ادب ومش محترم ومش متربي، لكن انت خليت الاثنين، المحترم والمش محترم، المستفز ومش المستفز، الاثنين مجتمعين عليك ان انت سيء. تخيل ان انت سيء، واقصى حاجه تعملها او افضل حاجه تعملها وانت على القمه وبيتم انتقادك، فبتصحح اللي بتعمله وانت لسه فوق. انت لسه ما وقعتش، الدوري لسه بايدك، افريقيا لسه بايدك، كاس العالم لسه قدام. يعني انت كل دوري لسه مفيش حاجه وقعت منك قوي، الا كاس العالم، الا كاس الانتر كونتيننتال اللي راحت دي، وكده كده هتروح. احنا كان نفسنا نلعب نهائي قدام ريال مدريد، بطل قرن مع بطل قرن. السلام عليكم.